أهلا بمشاهدي قناة عصر العلوم. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على عوائد المغرب المتوقعة من تنظيم كأس العالم 2030 مناصفة مع كل من إسبانيا والبرتغال، حيث يتوقع الخبراء أن يجني المغرب عائدات اقتصادية كبيرة وطفرة غير مسبوقة من هذا الحدث الرياضي العالمي، من خلال بيع التذاكر والبث التلفزيوني وكذا على مستوى البنية التحتية والخدمات السياحية، إذ من المتوقع أن ترتفع الإيرادات المالية للمغرب باستقبال 26 مليون سائح في أفق 2030، مع التزام حكومة المغربية مع الفيفا على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة على بناء وتحديث الملاعب وتطوير البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والاتصالات، وتطوير قطاع للسياحة والسفر من خلال إنشاء فنادق مصنفة ومنتجعات سياحية فخمة. إن تنظيم بطولة مونديال 2030 ستساهم في تعزيز مكانة المملكة المغربية كوجهة سياحية واقتصادية رائدة عالمية. أترككم لمشاهدة فيديو مصور عن هذا الموضوع. أهلا بمشاهدي قناة عصر العلوم. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على عوائد المغرب المتوقعة من تنظيم كأس العالم 2030 مناصفة مع كل من إسبانيا والبرتغال، حيث يتوقع الخبراء أن يجني المغرب عائدات اقتصادية كبيرة وطفرة غير مسبوقة من هذا الحدث الرياضي العالمي، من خلال بيع التذاكر والبث التلفزيوني وكذا على مستوى البنية التحتية والخدمات السياحية، إذ من المتوقع أن ترتفع الإيرادات المالية للمغرب باستقبال 26 مليون سائح في أفق 2030، مع التزام حكومة المغربية مع الفيفا على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة على بناء وتحديث الملاعب وتطوير البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والاتصالات، وتطوير قطاع للسياحة والسفر من خلال إنشاء فنادق مصنفة ومنتجعات سياحية فخمة. إن تنظيم بطولة مونديال 2030 ستساهم في تعزيز مكانة المملكة المغربية كوجهة سياحية واقتصادية رائدة عالمية. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.